انا بتحدى اي حد لو يعرف ايه اللي بيستوي في الطاسه ديت غير لو هو اكل من المكان ده بجد، عشان المطعم ده بقاله 60 سنه وبيجي له ناس من محافظات تانية مخصوص علشان ياكلوا من عنده طبق المشكل. يا ترى في ناس لسه بتحب الاكل الحرش؟ فانا النهارده عند علم من اعلام الطواجن والاكل الحرش في شبرا الخيمه، وهو مطعم ابو الهنا. وانا عايز اقول لكم ان انا كنت بصور الساعه 1 الظهر وكميه الزحمه اللي انتوا شايفينها ديت موجوده هناك. الطاسه اللي بتحضر فيها كل حاجه قدامك كده وشايفها بعينيك، فانا حضرت مع الشيف اللي هو بيحضر بقى الكبد والكفته والحاجات دي كلها، وفضلت اقلب في الطاسه كده بعد ما حط البهارات والفلفل والبصل والمخاص. الطاسه اللي انا كنت بقلب فيها كانت طاسه الكبده، ودي بقى طاسه الكفته. نزلنا باول حاجه الكبده المتقطعه شرايح في الليه اللي في الطاسه ده يا جدعان، ليه مش زيت عشان تبقوا عارفين. بس هو بعد كده بينزل بالبصل المتقطع والفلفل والحاجات دي كلها، وينزل بالبهارات بقى الكمون مع الكزبره، وبعد كده بيحط الفلفل، وبعد كده بيحط الملح. اطباق المشكل بيعبي لك اطباق زي ما انت عايز، وبرده في سندوتشات مشكل. نزل لنا اول حاجه السلطات مع الطحينه مع العيش، بعد كده طاجن ورق عنب بالكوارع وفته باللحمه، وشوربه الكوارع المخليه والباميه باللحمه، وطاجن البصل باللحمه، واخر حاجه خالص الملوخيه. بدات باول حاجه شوربه الكوارع المخليه، عصرت عليها ليمونه كده. اللي عجبني ان الكوارع نضيفه قوي، ما فيهاش اي ريحه زفاره، ومخليه كده وطعمها حلو جدا. حلو قوي شوربه الكوارع. دخلت بعد كده على الملوخيه، واللي حسيت ان طشه الثوم كانت لو كانت قليله عن كده كان هيبقى الملوخيه طعمها جامد قوي. بعد كده بقى الفته اللي باللحمه، اللحمه كانت ملبسه وكان طعمها حلو جدا، فاللحمه كانت دايبه وكان طعمها حلو، ولكن لما خدت معلقه رز مع اللحمه كان طعمها رايق بجد. ده بقى طاجن البصل، بيبقى فيه قطع لحمه كبيره كده زي ما انتم شايفين. انا قطعت حته عيش كده وحطيت فيها شويه بصل وحطيت فيها قطعه اللحمه. انتوا عارفين طعم البصل كده مع البهريز مع اللحمه، فمديانه طعم جامد قوي. ندخل بقى على طاجن الكوارع بورق العنب، عصرت عليها ليمونه من فوق كده. انا عايز اقول لكم ان الكوارع كانت نظيفه زي ما انا قلت لكم في الاول، الكوارع عندهم نظيفه قوي. خدت صباع ورق عنب مع حته الكوارع، وبصراحه كان طعمهم خطير قوي. بعد كده بقى جربت طاجن الباميه باللحمه، بصراحه بكل صراحه ما عجبنيش، حسيت ان الصلصه اللي في الباميه كده طاغيه قوي على طعم الباميه. ندخل بقى على المشكل اللي هو الكفته والكبده والنخاع والمخاص. حطيت في رغيف العيش الكبده مع الكفته مع النخاع مع المخاصي، وعملت ميكس كده خطير مع بعض. يعني ديت رابع مره اكل عنده المشكل، بصراحه زي ما هو في المشكل طعمه جامد جدا. هنا بقى كان معايا صاحبي واخويا الكبير محمد علشان ندوقه كده ونشوف رايه هيقول ايه. هو حب يدوق ويجرب من طبق المشكل، وقال لي اللي هو عجبه جدا جدا جدا. بس كده، انا ابو حميد، ما تنسوش تعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.